مرسين بتركيا اليوتيوبر السورية الشهيرة جدا هديل العلي سيف. مرحبا بك يا هديل. أريد أن السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو راح تشوفوا مثل ما شفتوا بالعنوان أول ظهور لأم سيف على قناة البي بي سي. أم سيف الحمد لله طمنتنا عن حالة. اللي ما شاف الفيديو على البي بي سي أنا راح أفرجيكم هلأ، نستعرضه مع بعض ونعلق على بعض الأمور وفهمكم شوية أمور. طبعا للعلم أنا تواصلت مع أم سيف وحكيت معها بعد الفيديو هذا، بعد ما خلصت المقابلة بقناة البي بي سي. وهلا راح نشوف شباب الفيديو مع بعض ونطمن على صحة ام سيف ونشوف شو اللي حكته بالبي بي سي. خليكم مع الفيديو. 500 ساعة من المحتوى على يوتيوب. من أكثر المواضيع تفضيلا لمستخدمي المنصة هذه هي الجيمنج، ألعاب الفيديو. سيف من أشهر اليوتيوبرز في هذا المجال، فتاة سورية يتابع قناتها على يوتيوب أكثر من 5 ملايين متابع، تقوم بتصوير فيديوهات بسيطة عن حياتها اليومية وتلعب الببجي موبايل. تلعب والناس تحب لعبها، خاصة عندما تقيم التحديات مع أختها في هذا المجال. بلغ عدد مشاهدات قناتها على يوتيوب حوالي 1,000,000 مشاهدة. لكن قبل يومين فاجأت سيف متابعيها بفيديو قصير على غير عادتها، أعلنت فيه ترك اليوتيوب. طبعا هذا الفيديو اللي أنا عرضت لكم إياه أول ما شفته، أول ما نزل بعد بساعتين تقريبا. قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. أحلى 2 مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم. خلينا نقطعه. للأمانة أنا أحس أنها بتوصل رسالة، لأنها قالت بقولكم شغلة وبعدها وجهت عينها لنظرها وقالت باي. هذا يدل على أنها وصلت الشغلة اللي بتقولها. ممكن تكون مسرحية المشاهير، ما لهم أمان. تقول جوري، تقول لك ملامحها تبين أنها تحت الضغط والتهديد. فعلا علامة إيدها تعني طلب الاستغاثة، ما نعرف، بس من كل قلبي بتمنى أنها تكون بخير يا رب. سكود يقول سيف كانت تقول كلام مكتوب أو أملي عليها. يوجد احتباس للدموع في عينيها وكأنه يوجد شخص أمامها تنظر له باستمرار، وعندما أرسلت إشارة طلب النجدة المستحدثة قريبا نظرت إليه خائفة أنه يعرفها. سوسن تقول لنفرض أنها فعلا معنفة ومعذبة، هو يسمح لها تصور وتلمح كده؟ فقدت الثقة بالمشاهير. أتوقع بعد كم يوم تطلع وتبرر حركتها، كله فيك. بالنسبة لسارة زريق تقول، وهي آخر تغريدة أتوقف عندها، سارة زريق تقول كل مرة تخرج بنت معنفة تطلب المساعدة نسمع نفس السؤال، يمكن كذابة، العنف موجود، مش شيء نادر. فلما تشتكي بنت من تعرضها للعنف فاحتمال جدا كبير تكون صادقة. البوح بالتعرض للاعتداء غالبا ما يشكل تهديدا حقيقيا للمعنفة، ولهذا نصدق شهادات من تعرضت للعنف. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من مرسين بتركيا اليوتيوبر السورية الشهيرة جدا هديل العلي سيف. مرحبا بك يا هديل. أريد أن أسألك يا هديل، ما هو السبب الذي دفعك لترك اليوتيوب وعدم الظهور؟ اهلا استاذ عبد الله، يسعد مساك وشكرا كثير على الاستضافه. اسمي احمد. فضل. اهلا وسهلا استاذ احمد. اول شيء انا كنت رح اترك قناتي على اليوتيوب بسبب ضغط نفسي ومسائل جدا شخصيه، صراحه ماني حابه احكي عنها حاليا بالوقت الحالي. طبعا لك يعني هذا الخيار خيارك طبعا، لكن قد يقول لك البعض أن اليوتيوب مشروع مهم جدا ولديك نجاحات كبيرة فيه. أنت لديك 5 ملايين متابع، الكل يحلم بربع هذا العدد. هل من السهل التخلي عن عادة يومية في هذا العمل بإمكانك يعني أن تحققي دخلا منها؟ صراحة ماني حابة أجاوب. لك الحرية أيضا ذلك. طيب إذا أردت أن توجه، بس لاحظوا أسئلته عن جد يعني أسئلة صحيحة يعني وبمكانها،
بس ما بعرف ليش ما حبت تجاوب ام سيف. هل سيكون الترك لفترة محددة أم يمكن أن تعودي إلى تفعيل قناتك؟ هل هناك من سيحل محلك في هذه القناة؟ حاليا أنا تعبانة. لاحظوا شباب، مبين انه ام سيف ما هيك بتطلع على اليوتيوب ولا هيك بتطلع على المقابلات، مبين من وجهها اصفر انه في شيء تعب نفسي عن جد، يعني تعب ما بنعرف هو مريضة هو شيء. خلينا نتابع الفيديو مع بعض اذا رح ارجع او لا. عم تقول هون ممكن ترجع تكمل باليوتيوب وان شاء الله يكون بالنسبة رجوعها قريب باذن الله. كيف كانت التجربة خلال السنتين الماضيتين؟ كيف وجدت مهنة اليوتيوبرز؟ هل هي مهنة تنصحين بها من يتابعك الآن؟ اللعب بالببجي مثلا. هلا الشهرة مش سهلة ومجال اليوتيوب مش سهل. أنا عشت سنتين كتير حلوة من حياتي باليوتيوب، الحمد لله قدرت أكسب قلوب كتير ناس، قدرت أكسب محبتهم ثقتهم، وهذا الشيء ظاهر مظبوط. طيب إذا كانت ليست سهلة، إذا أردت أن تنصحي ناس يحبون أن يكونوا يوتيوبرز في المستقبل، ماذا تقولين لهم؟ هلا في إلى مساوئ وفي إلى محاسن، ف ما بقدر انصح حدا او اقول له دخول مجال يوتيوب او لا. هل يمكن لي ان تسمي لي واحدة من المساوئ؟ باي مكان مثلا، وين ما بروح وين تعال اسالني الي انا بقول لك شو هي المساوئ وشو هي المحاسن. خلينا نكمل الفيديو. ايش سوي؟ ما بجي، ما عندي خصوصية، بس اذا طلعت مع صديقاتي ما عندي خصوصية ابدا. التصوير وين ما رحت. كل الشكر لك يا هديل العلي، كنت معي عبر خدمة سكايب من مرسين بتركيا، اليوتيوبر السورية أم سيف. اوكي شباب، مثل ما شفتوا وشفنا مع بعضنا، على فكرة أنا بعد ما خلصت المقابلة فورا شلت واتصلت فيها وحاولت إني صور لكم الكلام اللي بيني وبينها، وللأسف الشديد تم رفض ام سيف لهذا الموضوع لأنه كانت تعبانة نفسيا، ضغط، وللأسف كمان أخذوها على المستشفى تحت التعب هذا اللي هي فيه، وما قدرت تكمل المحادثة معي، والكلام اللي حكيته معاها ما قدرت اني عدم مؤاخذة ما رضيت اني يعني اني اكمل التصوير، وقالت لي لا تصور شيء، ان شاء الله راح بس تخف شوي راح تتصل فيني وتخبرني بالتفصيل الممل بإذن الله تعالى شو هي حالتها الصحية، ونتمنى لها التوفيق والشفاء العاجل. هي بس عبارة عن تعب نفسي لا أكثر ولا أقل، وهي بخير. الإشاعات اللي طلعت عليها كتير كبيرة. ام سيف، جثة ام سيف، وجود جثة مدري وين، جثة بنت، هذا كله عاري عن الصحة، كذب مثل ما شفتوا قدامكم. إذاعة البي بي سي تواصلوا معه ليطمنوا على صحته ويعرفوا منه أكثر من أي إنسان تاني شو هي وضعها الراهن. والحمد لله إنه طلعت ام سيف وما فيها شيء ورجعت بخير وسلامة. فهلأ ما باقي غير إنه نستنى صحتها لتستقر وتطلع من المستشفى. هي هلأ قبل شوي حكيت معها تلفون واضطروا انه ياخذوها على المستشفى مشان الضغط عندها، توترت كتير، والحمد لله امورها يعني مستقرة. فبنتمنى لها كل التوفيق، وبتمنى لكم كل التوفيق، برجع بتشكر كل انسان وقف معاها. ولا تردوا على المضغوطين هذول اللي عم يطالعوا اشاعات ام سيف ماتت، ام سيف انخطفت، ام سيف، هذا كله عاري عن الصحة وكذب، ما في اي شيء من هذا الشيء، وما صرحت هي ولا حدا اي تاني من طرفهم انه هذا الشيء مزبوط. فخلينا نشوف، ننتظر خروج ام سيف من المستشفى، وننتظر ام سيف ترجع لنا وتحكي لنا اكثر عن اللي هي فيه. حكت انه تعب نفسي، حكت انه في عندها مشاكل عائلية، وهذا الشيء حرة هي انها تحكي او لا، ما في حدا يعني، حتى قناة البي بي سي ما جبروا ان تجاوب على اي سؤال. هي حرة التصرف، قناتها هي حرة فيها
تبطل تصور ترجع بتصور، ما حدا إله عنده شيء. المضغوط لا يطلع ويحكي شغلات ما أنا صايرة. فبحب لكم لهون خلص الفيديو، وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة، ونتقابل على مواضيع أحلى من هاي المواضيع وأحسن من هيك مواضيع ما يكون فيها مشاكل. وتحياتنا للجميع والسلام عليكم.